من تمام فضل شهر الصيام إخراج زكاة الفطر طيبة بها الأنفس، أن تنوي بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وكم تكلمنا في رمضان، وكم تحدثنا، وكم تلفظنا بكلام ربما لا يليق وليس من صفات أهل الإيمان، وربنا سبحانه وتعالى يرقع صيامنا ويزينه ويحليه ويجمله بزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ومن أداها قبل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومن تمام ذلك أيها الأحباب الكرام أداء صلاة العيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا لشعائر الدين. ويندب لصلاة العيد الالتزام والتكبير قبل الصلاة ولبس أحسن ما يجب المسلم الثياب وينصت للخطبة وتنبذ التهنئة حتى تتصفى القلوب وتتنقى القلوب. ثم تلقى واحد تقبل الله منا ومنك حتى تستفيد أنت وأنت. انظروا في العواشر، انظروا بكل الألفاظ التي معروفة في مجتمعنا حتى تكون القلوب مطمئنة ومتماسكة فيما بينها. من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد عنه في تهنئة العيد: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ومنها صلة الرحم، وهي من أهم الوصايا القرآنية والحديثية في مثل هذا اليوم. كلنا منشغلون بأمور الدنيا، كواحد من سليم كل شيء مهم، ولكن في أيام العيد فرصة من الفرص أن تصل الرحم بينك وبين أحبابك، أن تصل الرحم بينك وبين أقاربك، لأن صلة الرحم من أعظم الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. واسمع لقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واحد بعيد عنك عايز التليفون، واحد حداك تصير معاه الرحيم، عندك شي نزاع كيف هذا اليوم يقلبك معاه وصير معاه الرحيم حتى يقبل الله منك ما عملته في شهر رمضان وما تقربت إليه في شهر رمضان. يقول جل في علاه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقد جعل سبحانه قرينة التوحيد والتقوى، وذلك لمكانتها العظيمة في الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ما تستخدش رمضان أنه مشوفة بالتبغيث، لا، رمضان محطة من المحطات الذي يتزود منها الإنسان. ولله المثل الأعلى، لما تكون مسافر كدير الفلان الطوموبيل، ولكن حيث تستمرك المازوت تعاود تدخل الفلان. كذلك رمضان إنما هو فرصة لتجديد العهد مع الله ومنطلق لعبادة الله سبحانه وتعالى ومحطة ليتزود به الإنسان من قراءة القرآن ومن إيمان وتقرب إلى الله ومن جميع العبادات التي اجتمعت في رمضان. فاتقوا الله عباد الله وأعرفوا فضله وآلاءه عليكم واشكروه على نعمه يزدكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.